في الليل كتخلط الأحلام بالواقع المر، كتولي الحدود مجرد خطوط على الخريطة، فقط بضع كيلومترات ويتحقق الحلم. كيقولوا أنها مجرد رحلة، ولكن واش كاع اللي مشاو وصلوا؟ شحال من شاب غرق، شحال من حلم تشتت، شحال من حلم ولا كابوس. الهجرة السرية وما يسمى بالحريق هي واحدة من أكبر التحديات اللي كتواجه الشباب المغربي. يشوفوا البحر كطريق سهل للهروب من الواقع الصعيب، لكن الحقيقة أن هذا الطريق مع عمرها كانت سهلة. كل عام شباب كتفكر في الهجرة كحل نهائي لعدة مشاكل: بطالة، فقر، عدم توفر فرص في بلادهم. كيقطعوا البحر على قوارب الموت وكيتحملوا مخاطر كبيرة: غرق، عنف واستغلال من طرف المهربين. عاشي اليوم 15 سبتمبر 2024. 15 شهر 9 بالنسبه للدراري كاين في البحر. شهر 9 سيفوني الفقر سيفوني لا ميزير. فينا بدنا نقول لك اذا لم يتحقق الحلم في الكاس سبتمبر يتحقق في الدومين باتساك باذن الله. نهار 15 سبتمبر، هذا النهار اللي ولا محط اهتمام كبير بسبب الحملة اللي كتشجع الشباب المغربي على الهجرة عبر سبتة. وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دور كبير في انتشار هذه الحملة. نشرت فيديوهات عبر تيك توك، فيسبوك، انستغرام كتدعو الشباب للقيام بمحاولة جماعية للعبور نحو سبتة، كتروج لفكرة أن الهجرة هي الحل الوحيد لمشاكلهم. ولكن هذه الحملة ما كتوضحش الواقع الصعب اللي غادي يواجهه الشباب في هذه الرحلة. مشهد في سبتة كيتحول الى نقطة توتر وقلق. السلطات المغربية والاسبانية كيبذلوا جهدهم باش يوقفوا هذه المحاولات. المغرب زاد من اجراءات المراقبة واعتقل بعض الاشخاص اللي كانوا كيخططوا لهذه المحاولات. هذه الدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي كتدفع الشباب لاعتقاد بان الهجرة هي الحل السحري، ولكن الواقع مختلف تماما. ماشي كلشي كيوصل، ويمكن يتحول الحلم في لحظة الى كابوس. كابوس اللي ما كيأثرش على الشباب بل على العائلات. تخيل الألم اللي كيعانيو العائلات، خصوصا الأمهات اللي كيبقى القلب ديالهم مشدود كل لحظة، كينتظروا أخبار عن أولادهم. الأم اللي كتحس بالقلق المستمر والخوف من فقدان أعز ما عندها في رحلة غير مضمونة. شباب، قبل ما تاخذوا اي قرار فكروا مزيان. الهجرة ماشي حل سحري. كلنا كنحلموا نخرجوا من هذه البلاد نضمنوا مستقبل افضل، لكن مهم بزاف نفكروا في العواقب، كيف العواقب ومراعاة مشاعر العائلة هو جزء مهم من القرار. العائلات ديالكم خصوصا الوالدين يستاهلوا تكونوا واعيين بالعواقب قبل ما تغامروا بحياتكم. فكروا في كيفاش قراراتكم يمكن تأثر على الناس اللي كيبغيوكم وباغيين لكم الخير.